وقبيل انطلاق أولى لقاءات الشان بعنابة، أنهت مديرية الأمن لولاية عنابة كل ترتيباتها لإنجاح هذا الموعد الرياضي الإفريقي عبر العشرات من كاميرات المراقبة داخل ملعب 19 ماي 56 وخارجه عبر مختلف شوارع وأحياء المدينة. المتابعة لرضا برماسين. انطلاقا من غرفة التحكم وكذا هذه الشاشات يتم التحكم في مئات كاميرات عالية الدقة تأمينا لفعالية الشان سواء داخل الملعب أو خارجه وفي أهم شوارع وأحياء عنابة. المديرية العامة للأمن الوطني سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال توفير التكنولوجيات الحديثة من ضمنها نظام المراقبة بواسطة الفيديو عالي الدقة، وهذا لتأمين هذه التظاهرة الرياضية وكذا لتأمين المواطنين وتسهيل حركة المرور وتوجيه المناصرين. الأمر يتجاوز المراقبة في الدوريات وعلى انتشارها، فهي تعمل على مدار 24 ساعة وفقا لخطة محكمة. مصالح أمن ولاية عنابة اتخذت جملة من الإجراءات الأمنية بداية من تأمين الوفود الرياضية عبر مسالك العبور والإيواء، كذلك مخطط مروري محكم لضمان الانسيابية في حركة المرور، وكذا تأمين ملاعب التدريبات وملعب المقابلات الرسمية. الكل هنا مجند لاستقبال المشاركين والضيوف والمناصرين ووضعهم في أريحية، وفي كل زاوية من زوايا بونا أمن وسلام وكثير من الترحاب والطيبة.